السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. هل اعتنق توني خليفة الإسلام؟ الإعلامي اللبناني يحسم الجدل. دعونا نتعرف على التفاصيل. علق الإعلامي اللبناني توني خليفة على انتشار شائعة إصابته بورم خبيث أو سرطان، موضحا أن سبب انتشار هذه الشائعة هو ظهور حليق الرأس، منوها بأنه كان في آخر حلقة بالموسم على القاهرة والناس، وحلق شعره وسافر للبنان لقضاء الأجازة. وأوضح خليفة خلال لقائه مع الإعلامية أسماء إبراهيم إنه ظهر مع المذيع اللبناني نشام في أحد برامجه حليق الشعر، وبعدها انتشرت شائعة إنه مصاب بورم خبيث، مؤكدا إن هذه الشائعات لا تؤذيه وكل شخص معرض لهذا المرض. وتابع أيضا: هذه الشائعات غريبة وجعلت الجميع يحزن عليه، موضحا إنه في نفس هذا الظهور حليق الشعر تحدثوا عنه بأنه اعتنق الإسلام وذهب لقضاء العمرة، مؤكدا أن كل هذه الشائعات ظهرت في توقيت واحد. إلى هنا ينتهي الخبر. شكرا لحسن استماعكم ودعمكم المتواصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.